بها نسعد. إنني أنا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لن تجد أحد يوفق في هذه الصلاة فيؤديها كما أمره الله إلا فتحت له أبواب الرحمة في الدنيا والآخرة، ويفلح وينجح وجميع مصالحه الظاهرة والباطنة في أمر دينه ودنياه، بل ليس مع نفسه بل حتى مع الناس، حتى رزقه الذي يرزق موقوف على هذه الصلاة. إذا أديت هذه الفريضة أخذ الله بها بمجامع قلب العبد من الشر إلى الخير، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن الهوى والردى إلى مسالك أهل الرضا، وكل هذا بتوفيق الله جل وعلا. أمرها عظيم، ولذلك ترى العبد الصادق في هدايته واستقامته منذ أن يدخل عليه في وقت الفريضة لا يعرف إلا حق الله، كما قالت عائشة رضي الله عنها: فإذا هو لا يعرفنا ولا نعرف، وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان السلف الصالح يضربون المثل في ذلك، فإذا حضرت الصلاة بمعنى دخل وقتها، فليس للموفق السعيد إلا أن يؤدي حق الله.